السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزي حضراتكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، طبعًا رمضان يوم الإتنين إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمنا جميعًا وينولنا ثواب رحمته ومغفرته والعتق من النار. كل سنة وأنتم طيبين. طبعًا أنا يعني صعب أوي إن أنا كنت أتكلم قبل ماتش النهارده. ما باتكلمش في الكورة خالص يعني قبل الماتش خالص. وباسمع كل البرامج والسوشيال ميديا والبرامج الرياضية والتشكيل ومش التشكيل ومين وخصوصًا حكاية ده مصاب ومش هيلعب وده سليم وهيلعب، الكلام ده كله ما بيخشش عندي ب5 جنيه يعني، لأن ماتش الزمالك والأهلي ليه حسابات خاصة تانية خالص. كمان ما رضيتش أطلع أتكلم وأقول الزمالك يلعب إزاي وإيه التشكيل الأمثل من وجهة نظري أنا. أنا واحد من الجمهور، إنما وجهة نظري كنت يعني برضه مش عايز أقولها، علشان مش عايزين نتكلم قبل الماتش، لأن الماتش مخبي حاجات كتيرة أوي. اللي أنا توقعته أو كنت حاسس بيه اتأكدت منه امبارح لما المستشار طال عمره آه، طلع تصريح كده، وضح لنا كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا وعلى البرامج التلفزيونيه والفضائيه، وخصوصا برنامج اللعيب مهيب عبد الهادي. وضح لنا بقى هما بيعملوا كده ليه. المستشار طال عمره قال تصريح امبارح خطير جدا. ان بيسأل، وهو طبعا راجل اهلاوي ومفيش حد يقدر يحجر على انتمائه يعني، لكن عشان يقول ان الاهلي هيكسب بسكور، ده كده بيغلط في حق نادي الزمالك. مهما كان نادي الزمالك وحش، مهما كان نادي الزمالك الفترة اللي فاتت دي كان بيشيل من الأهلي بسبب المجالس الفاسدة اللي كانت موجودة فيه، وبسبب اللعيبة السكارتة اللي كانت بتيجي النادي. مهما كان ما يقولش كلمة زي دي. تخلينا نجمع بقى كل المكعبات جنب بعض ون ونبتدي نترجم. يعني لما يطلع طيارة خاصة بتاعته، طيارة خاصة منه هو، تلم كل الجماهير الأهلي والصحفيين. امبارح شفنا ابو المعاطي زكي وبيستعرض رأي الناس اللي في الطيارة على نتيجة الماتش. لا، من كل الصحفيين بقى، كل الصحفيين الأهلاوية اللي كانوا بيهاجموا طال عمره وبيقولوا ان هو اشترى الاهلي واشترى كل حاجه ما عدا الاهلي، او اشتراكوا تذكره طياره. يعني مش عايز اتكلم في الحاجات دي كتير يعني. وطبعا كله قاعد بيقول لك، يعني الاهلاوي يقول لك الاهلي هيكسب، الزملكاوي يقول لك والله احنا يعني نتمنى ماتش كويس. ايمن يونس اصل يعني احنا كلنا كسبانين. مش عارف اسمه ايه ده، صنور ده ولا اسمه ايه ده، اللي هيكسب 3. اللي قاعد جنبه خضر ده ولا خضر ده يقول لك ان شاء الله باذن الله ماتش يطلع كويس. ما تقول الزمالك هيكسب، ما تقول الزمالك هيكسب، ولا انتوا خايفين تزعلوا طال عمره يعني. فانا رايي الشخصي ان التصريح اللي حصل منه اللي فيه اهانه لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك، ان التصريح ده تصريح ايجابي جدا، المفروض نستغله لصالحنا. يعني المفروض ان جوزيه والجهاز الفني يصحى الصبح كده، صح اللعيبه صباح الخير صباح النور، طال عمر بيقول ان انتوا هتشيلوا النهارده. ايه رايكم؟ هتشيلوا ولا مش هتشيلوا؟ هو ده اللي انا شايفه. واللعيبه بقى هي بقى وشأنها، هي عايزه بقى تشيل، عايزه تدافع عن سمعه نادي الزمالك. يبقوا لاعبين رجاله النهارده، وان شاء الله يشيلوا الاهلي عشان طال عمره يطلع يرد بقى، يطلع يرد. يعني الماتش في السعوديه، اعتقد ان الكاس شكله اتغير. اللي هيكسب الماتش هياخد $1,000,000، احسن لعيب في الماتش 50,000 دولار. يطلع يقول الاهلي هيكسب بسكور. ده كل دوت عشان ايه؟ عشان الزمالك والاهلي يروحوا هناك والاهلي يتغلب ويزعلوه.
يزعله طال عمره، يبقى ينام زعلان. والممثلين اللي رايحين على حسابه، كل الطقم، كل الحفله بتاعت امبارح دي كلها على حساب تركي آل الشيخ طال عمره. فربنا يستر. الحكم اجنبي، الفار اجنبي، الحكم عالمي، لكن ربنا يستر، ما تعرفش. هو بيشتري كل حاجه، هو بيشتري كل حاجه. فهل هو عامل البطوله دي عنده عشان الاهلي يتغلب؟ بتاعت ربنا. جمهور الزمالك يتفرج على الماتش، ماتش اعتقد ان هو يعني الزمالك هو ما فيهوش لعب كوره. الزمالك لازم النهارده يخلي باله كويس جدا، لان هو بيلعب الاهلي وبيلعب طال عمره. فربنا يستر، واللي جوايا دوت يبقى غلط. والتصريح اللي قاله الاخ دوت لازم يستغل لصالح نادي الزمالك، يستغل لصالح نادي الزمالك، ما يبقاش تصريح سلبي عليهم. لا، صباح الخير. طال عمره بيقول لكم صباح الخير وشرفتوا السعوديه، هتشيلوا النهارده، ايه رايكم؟ بس هو ده اللي المفروض يتقال للعيبه النهارده بالتصريح ده. ويمكن التصريح ده لما اتقال هو كان يبقى طوق النجاة بالنسبه لنا، ان احنا نقدر نعمل ماتش حلو جدا. انا بتكلم من منطلق ان انا مش ضعيف، لا، انا بتكلم من منطلق ان احنا بنواجه فرقه واقفه على رجليها سنتين، فرقه متكامله، مستقره فنيا واداريا، اداريا الاول وفنيا، اداريا وفنيا. فرقه بتلعب جنب بعضها بقالها سنتين وبتاخد بطوله افريقيا، وخدت الدوري السنه اللي فاتت، والسنه دي متصدره الدوري. مراكزهم كلها ثابته. سيبك من الغيابات او الاصابات، لانها برضو ما تخوفش كتير، لان برضو عندهم البديل. يعني وسام ابو علي دوت ما لعبش او خد كهربا معاه. كهربا ده لو قعد في بيته بقاله 50 سنه ونازل يلعب قدام الزمالك حظه حلو، فيخوف. ياسر ابراهيم مش موجود، رامي ربيعه موجود. خط نصك مش قوي جدا، فرامي ربيعه هيبقى بيلعب مستريح. يعني خط دفاع الاهلي فيه ثغره، بس هل خط نص الزمالك هيستغل الكلام دوت ويضيق خطوطه؟ ما اعرفش. في اعتقادي الحاجه الوحيده بس اللي عايز اتكلم، اللي انا ممكن اقولها النهارده، لو الزمالك ان شاء الله باذن الله عايز يكسب، ان النهارده الزمالك يلعب في 30 متر، يعني يخلي الاهلي يلعب في 30 متر، الكوره تبقى في الملعب، والمنافس اللي قدام نادي الزمالك يحس ان الملعب 30 متر في كل حته في الملعب. انما هتلعب استريتش وهتهجم، خط دفاعك مش هو، انت دعمت بس لسه ما لعبتش الناس فيه. يعني انت جبت تدعيمات، منهم السيرد باك اللي هو زياد كمال ده، ولا اسمه، ولا ياسر حمد بقى، ياسر حمد، لكن ما لعبش، لعب ماتش بس كده، ولعيب لسه عايز ياخد سرعات شويه بالنسبه للستارت بتاعه وللتاكلينج والحاجات دي كلها، رد فعله بطيء يعني ما فخط ديفنسك يعتبر هو يعني انت لما تلعب النهارده المسلوسي وحسام عبد المجيد، ما هم اللي بيلعبوا معاك السنه اللي فاتت واللي قبليه. هتحط المسلوسي سيرد باك، يعني هتطلع الزناري باك يمين، الزناري ده ضايع. انت عندك السيد نيمار، انا رايي ان السيد نيمار لازم يلعب باك يمين، والمسلوسي جنب حسام عبد المجيد، ويبقى فتوح من الناحيه الشمال، واستغل عمر جابر في نص الملعب، لان لازم تلعب بثلاثه النهارده، وما يهمكش ان انت تفتح وتهجم، لان المساحات اللي وراك خط الدفاع بتاعك وخط نصك مش هيقدر يصدها، خصوصا من بيرسي تاو في اليمين وحسين الشحات في الشمال. ربنا يستر. وتاني انا طالع عشان التصريح ده استفزني جدا، فطالع اتكلم في الحته دي. بس جمهور الزمالك، الفرقه بتاعتك فرقه محترمه وفرقه كويسه، ولو لا قدر الله لا قدر الله حصل حاجه النهارده، فهم لازم يطلعوا شرف ويطلعوا عاملين مباراه كويسه. وزي ما قلت لك ان احنا مش ضعفة، بس احنا بنتكلم كوره ال 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 على المستوى الجماعي والتكتيك الجماعي الاهلي اقوى. على المستوى الفردي والتكتيك الفردي، وازاي ان انت تخطف او تعمل كونتر اتاك، او ازاي تعمل
كروس باس والحاجات دي كلها انت احسن. فاتمنى النهارده ان لعيبه نادي الزمالك يبقوا في حاله جماعيه كويسه، ويستغلوا التصريح ده لصالحهم ولصالح ناديهم ولصالح الجمهور. انما هو الزمالك مش ضعيف، بس احنا طالعين من فتره انتقاليه، بنواجه فرقه كامله، فرقه واقفه على رجليها، فرقه بتكسب ماتش بعد ماتش، مش مهم بقى ماتش شمال ولا ماتش يمين، المهم بتكسب وخلاص. فاحنا لازم نكون على قد المسؤوليه، ولازم نطلع من المباراه دي ان شاء الله باذن الله كسبانين او باقل الخسائر، بحيث ان احنا نبني عليها بعد كده. وان شاء الله باذن الله الزمالك باذن الله باذن الله باذن الله الزمالك فايز باذن الرحمن يعني، ببركه يوم الجمعه وربنا ان شاء الله باذن الله يقف جنبهم وينصرهم وعلى مين يعاديهم. وباذن الله جمهور الزمالك يبات مش صحفيين الزملكاويه اللي في الطياره ولا الناس اللي معزومين هناك على حساب طال عمره. جمهور الزمالك اللي قاعد هنا، جمهور الزمالك اللي قاعد هنا، يعني طال عمره ده ما طلعش طياره للجمهورين، طلع طياره لجمهور واحد بس. فانا متخوف، هل هو بيعمل كل ده عشان يبات زعلان ولا يبات فرحان؟ هيبات فرحان ازاي؟ حكم دولي فار دولي انما ما تعرفش، وهو بيشتري كل حاجه، هو بيشتري كل حاجه. ربنا يستر ان شاء الله باذن الله. جمهور الزمالك النهارده يبات سعيد، ونحتفل ان شاء الله باذن الله النهارده باذنك يا رب، باذنك يا رب بفوز نادي الزمالك بكاس مصر. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.